ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن انواع كلاب نادرة او غير معروفة اصلها بينحدر من قارة افريقيا، وخاصة شمال غرب افريقيا. يلا بينا نبتدي. رقم 3، السلوجي او السلوجي. كلب سيد بينحدر من شمال غرب افريقيا او بلاد المغرب العربي، بداية من ليبيا لحد المغرب. ده نوع مختلف عن السلوكي اللي بينحدر اصلا من الخليج العربي. السلوجي كلب حذر وحساس وطبعه حنين مع صاحبه، ولكنه كلب ماهر جدا في الصيد. يمكن استخدامه في الحراسة بسبب طبعه الخجول مع الغرباء. رقم 2، الايدي ايدي او الكلب البربري او كلب جبال الاطلس، وهو نوع كلاب راعي من المغرب. بيتميز بفروته الكثيفة. كلب قوي جدا جسديا وطبعه شجاع وحذر. بيتم استخدامه ككلب حراسة، بجانب انه كلب راعي ماشية ممتاز. في منه لونين، بيكون ابيض في رصاصي او ابيض في درجات البني، سواء غامق او فاتح او ابيض خالص. رقم 1، الازواكا. كلب صيد افريقي بتنحدر سلالته من الجزائر، مالي والنيجر. بيتميز بجسمه النحيف جدا ورجليه الطويلة. كلب صيد ممتاز خاصة لصيد الأرانب والقوارض. شخصيته صارمة وهادية، وجسمه قوي بالرغم من إنه نحيف. كلب سريع جدا وطاقته عالية وقدرته عالية على تحمل الظروف المناخية الحارة الصعبة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.